السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة مطبخ أم فاطي مع فيديو جديد ووصفة جديدة. الوصفة اليوم عبارة عن شنيك بكريمة اللي جد سهلة، كيوجد دغيا بلا حليب وبلا زبدة. الحقيقة كتجي العجينة ديالو كتجي رائعة سهلة وناجحة 100%. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم تخليو لي لايك وتشتركوا في القناة ديالي من بعد ما تفرجوا في الفيديو، وندوزو باش نشوفوا مقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير، اول حاجه غادي نوجدوها هي الكريمه. بالنسبه للكريمه سبق لي وحضرتها معكم في الفيديوهات السابقه ديالي، هي كريم باتيسير. غادي نحتاجو فيه نص لتر د الحليب، وغنحتاجو 3 المعالق ديال الكريم باتيسير و2 معالق ديال السكر حبيبات كنديرهم فوق النار اللي كتكون هاديه وحنا كنحركو حتى كيعقد. كما قلت لكم غندير درت 3 ديال المعالق كبارين ديال الكريم باتيسير باش تجي الكريمه ديالي ثقيله شويه، لانني في هذه الوصفه خص الكريمه تكون ثقيله وتكون عاقده، يعني ما تكونش خفيفه. غادي نخليها حتى ترتاح، غنغطيها باش ما ديرش ديك القشره من الفوق، غنخليها حتى ترتاح وغادي ناخذها باش نخدم بها الشنيك ديالي. من بعد ما وجدت الكريمه غندوز باش نوجد العجين ديالي اللي غنحتاج فيه 500 غرام ديال الطحين الابيض، النوعيه اللي كتكون ممتازه. غادي نحتاج كذلك 2 معالق كبارين ديال سكر حبيبات. غنحتاج معلقه كبيره ديال الخميره، وغادي نحتاج معلقه صغيره ديال الفاني. غنحتاج قبصه ديال الملح، وغنحتاج كذلك ربع كاس ديال الزيت نباتيه. غادي ناخذ بياض ديال البيضه واحده، وغادي نحتفظ باصفر ديال البيضه حتى غندهن بها الشنيك ديالي. في الاخر غادي ناخذ غير البياض ديال البيضه، وغادي نعجن العجين ديالي بطبيعه الحال بالماء. كما سبق وقلت لكم ما غنعجنوش بالحليب، غنعجنو بكاس ديال الماء اللي هو ماء دافي، يكون دافي شويه. صافي غادي نمشي نحط العجينه ديالي في العجانه حتى غتجمع وغتشوفوا القوام ديالها. من بعد ما تعجنات العجينه ديالي كما كتشوفوا ما كتكونش قاصحه وما كتكونش رطبه، كندلكوها مزيان كما كتشوفوا معايا حتى كتولي على هذا الشكل. وغادي نغطيها ونخليها ترتاح لمده 20 دقيقه. من بعد ما ارتاحت العجينه ديالي كما شفتوا معايا واختمرت، غادي ناخذها وغنبدا مباشره نخدم بها. غادي نحاول اني نحيدها من المول ديال العجانه. غادي نضيف شويه ديال الطحين الفورس باش نبدا نطلق العجينه ديالي، ومن بعد غادي نبدا نطلقها. كما كتشوفوا العجينه ديالي رطبه شويه، غنبدا نطلق دابا على شكل، غنحاول اني نديرها على شكل مربع يكون كبير، يعني يكون قد الطول ديالها قد العرض. غنبدا نطلقها وانا كنقلب. غنسرحها على هذا الشكل. وبطبيعه الحال العجينه ما خصهاش تكون رقيقه بزاف وما تكونش غليظه. بالنسبه لهذا القياس اللي درت ديال الطحين اللي هو 500 غرام، راه خرج ليا 15 حبه ديال الشنيك، يعني كيخرج كميه اللي هي ممتازه واخا اخر 500 غرام. وكما قلت لكم راه كنحاول انني ما نخليش العجينه غليظه، وكذلك ما كنرققهاش بزاف باش ما كتلصقش ليا مع سطح العمل. كما شفتوا من بعد ما طلقت على شكل مربع، غادي نجيب الكريمه ديالي اللي سبق لي وحاولت انني نحركها بواحد المعلقه مزيان، وغادي نبدا نخدم بيدي. انا غنفضل انني نخدم بيدي حيت خصني نسرح الكريمه وتكون رقيقه، تكون طبقه اللي هي رقيقه كما كتشوفوا معايا، ما خصنيش نخليها غليظه باش ملي نبدا نقطعها ما تبقاش تخرج ليا من العجين. غنحاول انني نبسطها غير بيدي على هذا الشكل. غنطلق الكريمه كامله، ما غنكثرش الكريمه بزاف، وكما قلت لكم نحاولوا ما نخليوش الطبقه اللي تكون غليظه باش ملي نكونوا كنقطعوا ما تبقاش تخرج لينا الكريمه من العجينه ديالنا. من بعد غادي نضيف شويه ديال الزبيب. بالنسبه للزبيب كيبقى اختياري، يمكننا نضيفوا الشوكولاط الا كان عندنا دوك حبيبات ديال الشوكولاط. انا فضلت انني ندير الزبيب.
ودابا غنبدا نرولي العجينه ديالي كما كتشوفوا على هذا الشكل. غنبقى نروليها وغنحاول انني ما نزيرش يدي، يعني غير كندور على هذا الشكل وانا كنقادها من الجناب. كما شفتوا كنحاول ما نزيرش يدي وانا كندور، وفي نفس الوقت كنقادها من الجناب. صافي ملي غادي نوصل الاخر ديال العجينه ديالي كنحاول انني نضغط بصبعي على هذا الشكل باش ملي نروليها تلصق ليا العجينه وما تخرجش ليا ديك الكريمه. كما كتشوفوا ملي كندير الكريمه راه كنحاول نخلي شويه الفراغ في الاخر باش كتلصق العجينه. كنحاول انني نضغط بصبعي وغندورها على هذا الشكل. من بعد كنضيف شويه ديال الطحين من سطح العمل وكنبقى نرولي على هذا الشكل. هاد الخدمه كنديرها باش ما تخرجش لنا ديك الكريمه اللي كاينه لداخل، حتى كنتاكد على انها تشدات مزيان. وديك الساعه كنجيب واحد الخيط اللي كنحاول نقطع به على هذا الشكل. كنقطعهم كيكونوا ماشي رقاق وماشي غلاظ بزاف، يعني كنخلي تقريبا 1 سنتيمتر وكنقطع كما كتشوفوا معايا. غنقطع على هذا الشكل حتى غادي نكمل الكميه ديالي كامله. من بعد ما كملت الكميه كندهن واحد اللاطه بشويه ديال الزيت وكنستف الشنيك ديالي كامل. كنخليه حتى كيخمر مزيان. من بعد ما كيخمر كنخليه واحد 20 دقيقه كيخمر. كنضيف ليه صفار ديال البيضه وكنديرو فران درجه حراره 200 درجه كيكون سخون من قبل. كنشعل الفران من الفوق والتحت وكندخلو حتى كيتحمر ليا. كما كتشوفوا ها هو الشنيك ديالي من بعد ما خرجته من الفران. الحقيقه كيعطينا واحد اللون اللي هو رائع. كندهنوه فقط بصفار البيض، يعني ما كنحتاجوش اننا ندهنوه بشي حاجه اخرى غير بصفار البيض. وكما قلت لكم الفران كيكون سخون من قبل وكندخلوه كنديروا له درجه حراره غير 200 درجه وكياخذ هذا اللون رائع في الحقيقه وكيجي رطب كما كتشوفوا معايا. غنخليه حتى يبرد وغنحيدو من لاطه ديالي. من بعد ما برد ليا كما شفتوا الحقيقه كيجي رائع سهل كيوجد دغيا وناجح 100%. كما كتشوفوا راه كيطيب لي من الفوق ومن التحت في نفس الوقت كياخذ واحد اللون اللي هو رائع. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو كنتمنى انكم تجربوا الوصفه وتخليوا لي في التعليقات الرأي ديالكم. وإلى فيديو قادم إن شاء الله.